وهلو يا حلوين، كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وانت عم تشوفوا هذا الفيديو. وبدنا نساوي معمول العيد بثلاث مكونات بس، يلي هني طحين وسمنة ونستلة اللي هي حليب مكثف. بدنا كيلو طحين ونص كيلو سمنة و400 جرام من حليب المكثف، ورح نبلش سوا. ومثل مو شايفين هون حطيت الطحين مع السمنة، وهلأ بدي اخلطهم. وبس اللي خلطهم شوي رح ازيد عليهم 400 جرام من حليب المكثف، وبدي اعجن بالعجانة او بايدنا، ما في فرق ابدا لحتى اوصل لهاي النتيجة. وهلأ طفيت العجانة وبدي افرجيكم قوام العجين، شايفين كيف طري. هلأ بدنا نفوتها على البراد نص ساعة. بهذا الوقت انا رح احضر الحشوة. عندي نص كيلو من عجينة التمر، وعندي 200 جرام من الجوز مبشور بهاي الطريقة. وهلأ انا رح اضيف الجوز فوق العجينة التمر بهاي الطريقة، وحط فوق معلقة سمنة. انا ما بدي اعمل معمول بجوز لحال ومعمول تمر لحال، حبيت اخلطهم بهذا المعمول سوا. وكورت العجينة التمر بهذا الشكل مشان يسهل علي تشكيل المعمول بسرعة. وحشوة التمر صارت جاهزة. وهلا عندي 300 جرام من فستق الحلبة، بدي ابشرهم بشرة ناعمة بالمكسر مثل ما شايفين بهذا الشكل. وهلا رح اضيف عليهم معلقتين من القطر، وراح احط لهم معلقة ماء زهر ومعلقة سمنة، وراح اخلطهم وارجع اكورهم مثل ما كورت عجينة التمر. وهلا اجا وقت نطلع العجين من البراد مشان نشتغل فيها. رح ارجع اعملها هيك عجنة ناعمة، لانه بهذا الوقت بسبب السمنة بتكون العجينة رجعت اسيت شوي، بس مباشرة اول ما نطلعها ونعمل لها عجنة مباشرة بترجع بتطرى. هلا رح احط عجينة المعمول على الطاولة مشان اقطعها، شايفين قوام المعمول. وهلا بدي اقطع المعمول قطعة صغيرة مشان مباشرة اشتغل فيه. عم قطعه قطع صغيرة بحجم الكرات اللي انا عملتها، كرات الحشوة. وراح ابلش افتح المعمول وحط بقلبه الحشوة. شوفوا ما شاء الله قوام العجينة كتير ممتاز وما بيلزق بالايد ابدا، يعني عجينة عن جد كتير ناجحة ورائعة. وهلا راح افرجيكم القالب اللي انا راح اشتغل فيه. هذا القالب اخترته ليكون قالب العجو والجوز مع بعض. وهون انا حطيت للقالب ستريتش اللي بنغلف فيه الاكل، كيس غذائي. وشوفوا السهولة يلي عم بقدر طلع منها المعمول من قلب القالب، يعني ولا اسهل. مباشرة صار يطلع معي القرص المعمول، والرسمة نظامية وواضحة كتير، يعني ما ضل اسهل من هيك طريقة لحتى تضل معنا الرسمة وما يعذبنا المعمول بالقالب وبدون ما نحط طحين ولا شيء. بهذا الوقت انا طلعت كفاية العجين يلي بالبراد مشان اعمل معمول الفستق الحلبة. عم اقطعها قطعة صغيرة بنفس الطريقة يلي عملت فيها معمول التمر. وقت بتكون العجينة ناجحة بتلاقي كل الشغل صار سهل وبسيط. وبهذا الوقت انا عم بعمل العجينة، عم حط بقلبها فستق الحلبة وارجع كورها مشان حطها بالقالب وتصير جاهزة معنا بهذا الشكل مثل ما شايفين. حتى العجين ما عم بتلزق ابدا لانه عياراتها صح، وانا خليتها ترتاح منيح بالبراد. وبالوقت اللي كنت انا عم اعمل فيه عجينة التمر انا كنت حاطة هاي العجينة بقلب البراد ما بخليها برا. وانا رح استخدم هذا القالب للمعمول يلي بالفستق، وبنفس الطريقة حطيت ستريتش وهلا عم حط بقلبه المعمول. وشوفوا هلا السهولة، يا سلام، شايفين السهولة اللي عم يطلع منها القرص من القالب بسبب الستريتش الكيس الغذائي اللي حطيناه على القالب. يعني حتى ما اعتزنا انه نحط طحين او سميد مشان ما يلزق القرص بقلب القالب. شوفوا الرسمة، يعني شايفة اخر
عن جد الطريقة رائعة، جربوها وما بتندموا، حتى ما رح تحتاجوا انكم تدقوا القالب عشان يطلع منه قرص المعمول وتزعجوا الجيران. هذا كله ما نكون مضطرين عليه بسبب هذا الكيس الغذائي اللي حطيناه. شايفين السهولة والروعة بتطليع القرص المعمول من القالب؟ يعني بشكل كتير بسيط عم نحصل على رسمة واضحة كتير ورائعة. وهلأ بنكون انتهينا من تشكيل المعمول واجا وقت الخبز. راح نحطهم بالفرن درجة حرارة 200، وهي النتيجة ان شاء الله تنال اعجابكم. انا طبعا شغلت الفرن من فوق ومن تحت على درجة حرارة 200، وحصلنا على هذا اللون الرائع بجنن. وشوفوا اللون من تحت، شايفين حجم قرص المعمول قديش طالع ناعم وكيوت. وهلا المعمولات بفسق الحلبة صاروا عنا جاهزين، وعم حط لهم سكر بودرة. وطبعا بامكانكم ما تحطوا سكر بودرة، تخلوه سادة مثل ما بدكم، يعني هذا ذوق شخصي. وهيك بيكونوا معمولاتنا صاروا جاهزين. وان شاء الله يا رب الطريقة تكون نالت اعجابكم وحبيتوها. جربوها وكتير رح تكونوا مبسوطين من النتيجة. وانا هلا ارتحت لانه معمولات العيد صاروا جاهزين. واذا حبيتوا هذا الفيديو بتمنى تعملوا لنا لايك وتشتركوا بالقناة لحتى يوصلكم كل جديد. وان شاء الله كل عام وانتم بألف خير. صار وقت اني ودعكم. باي.